بدأت أعمل صور في 2019. الحقيقة إن أنا ما كنتش عارف إن أنا ممكن في يوم من الأيام أصور أصلا. وكان الفكرة كلها اللي في دماغي إن أنا عندي أفكار ومشاعر حابب إن أنا أطلعها في صور. فكرة زي فكرة التشتت، ليه ما أطلعهاش إن شخصين، أو أعمل تداخل ما بين الصور ويكون فيها تشتت وهكذا، أو أستخدم أداة البلير أو الموشن بلير وألعب في حاجات زي كده. او ان انا لما اشوف كادر معين بعيني الاحظ ان انا عاوز اصوره ما اعرفش ليه، قبل ما اعرف حتى قواعد التصوير او اعرف يعني ايه تصوير اصلا. ومن هنا ابتدى موضوع التصوير عندي، ولما ابتديت اذاكره بشكل اكاديمي شوية لاحظت ان فعلا الحاجات دي انا كنت حاسسها، ولكن ابتديت اطبقها عن طريق بروسيس وادوات بقى ابتديت ان انا استخدمها. ولكن برضو مهما الأيام تلف أو مهما أعرف كتير عن التصوير فأنا بعتقد إن الفنان الحقيقي أو الشخص الحقيقي هو اللي بياخد صور بمشاعره قبل ما ياخدها بكادر معين أو كده. الاتنين بيكملوا بعض، وأي شخص ممكن إن هو يذاكر تصوير ويذاكر قواعد ويكون مصور محترف جدا. ولكن اللي بيفرق شخص بيعرف يرسم وشخص ما بيعرفش يرسم مشاعره وهي بتكتب، أو مشاعره وهي بتعمل التفاصيل. خيال جوه دماغك محدش يعرف عنه حاجة غيرك انت. نفس الكلام في التصوير، كلنا بنصور، كلنا ممكن نشوف نفس الكادر، ولكن مش كلنا نقدر نطلع نفس الصورة حتى لو كنا واقفين في نفس المكان. وهي دي ميزة التصوير. فلو انت عندك إحساس بمشاعر أو عينك بتلقط صور، فأنا بشوف إنك انت تصورها في أسرع وقت وتبعد عنك أي حاجة. المهم إنك انت تاخد صورة سواء حلوة أو وحشة، بعدين كده كده هتتعلم كل ما تصور اكتر.